مش هتشتروا تاني شوكولاتة دارك من بره بعد ما تعملوا الوصفة دي. شوكولاتة دارك صحية للدايت بدون زيوت مهدرجة وسهلة جدا. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجة هنحتاج 3 معالق كبيرة من الكاكاو الخام المر، و3 معالق كبيرة من العسل النحل، ممكن نستبدله بالسكر الدايت. وهنضيف كمان 3 معالق كبيرة من الطحينة الخام، ممكن نستبدلها بزبدة فول سوداني وممكن نستغنى عنها. و3 معالق كبيرة من زيت جوز الهند، ده اهم مكون عندنا، هنلاقيه عند العطارين. اهم حاجة نتأكد ان هو اصلي. هنخلط كل المكونات دي كويس جدا كده بالشكل ده. ده كده القوام النهائي بتاعنا. هنجيب اي قوالب عندنا تكون سهلة بس ان احنا نطلع منها الشوكولاتة. انا استخدمت هنا قوالب سيليكون، وبدأت ان انا اضيف الخليط كده بالشكل ده. ممكن بدل القوالب السيليكون ممكن نستخدم اللي هو الورق الاسترتش اللي احنا بنغلف بيه الاطباق، نفرده في صينية ونبدأ نحط فيه الشوكولاتة ونجمدها، وبعد كده نطلعها من القلب بكل سهولة. حطيت انا هنا الشوكولاتة زي ما انتم شايفين، وضفت عليها شوية من المكسرات تدي طعم حلو جدا، وممكن الخطوة دي نستغنى عنها. بضغط كده بالمعلقة على المكسرات عشان تثبت في الشوكولاتة لما تتجمد. وده كده شكلهم قبل ما يخشوا الفريزر. هندخلهم الفريزر اقل حاجة لمدة ساعة، هيطلعوا معانا كده بالشكل الجميل ده. احلى واسهل شوكولاته دارك ممكن تعملوها، بتطلع من القوالب بكل سهوله لانها القوالب السيليكون مش بتلزق. شكلها جميله جدا وتحفه كانكم شارينها من بره. حلو جدا ان احنا ناخد منها قطعه جنب قهوه مثلا كسناك من الوجبات. الشوكولاته دي بتخسس كمان، ما نكترش منها طبعا. ناخد بس قطعه في اليوم. بصوا بقى شكلها عامله ازاي، وهوريكم دلوقتي لما بكسرها. في منتهى الجمال وحلوة جدا للأطفال. بس كده كده تكون الوصفة خلصت. ولو عجبتكم الوصفة ليه رأيكم؟